أحمد شاب عمره 30 سنة، بيشتغل شغل مكتبي ومبسوط في شغله. بيحاول ينام من 6 ل 8 ساعات وبيظبط أكله وبياكل أكل صحي. كمان مبسوط مع خطيبته وبيجهزوا لفرحهم القريب. بس عنده مشكلة إن هو بيصحى من النوم حاسس بتعب وبيروح الشغل بتاعه وهو حاسس بالإرهاق. الحقيقة أحمد مش لوحده كده، ملايين من الناس اللي حوالينا بيحسوا بالتعب والإرهاق أول ما بيصحوا من النوم. في الفيديو ده هنتكلم عن الأسباب العلمية لحالة الإرهاق والتعب المزمن، وكمان هنتكلم عن أهم خطوات بسيطة نقدر نسترجع بيها النشاط بتاعنا. الشعور بالتعب والإرهاق مش مجرد حاجة بتحصل بعد مجهود بدني كبير أو تعب في الشغل، لا ده في ناس بتصحى من النوم حرفيا وهي تعبانة ومن أول دقيقة في يومها. المشكلة إن التعب والإجهاد المزمن ده بيأثروا على كل جوانب حياتنا. بيقللوا التركيز في الشغل وفي الدراسة، كمان بيهدوك إحساس بالقلق والاكتئاب، وبيقللوا الحماس حتى للحاجات اللي كنا بنحبها، وبيأثروا على علاقتنا بكل الناس اللي حوالينا. حرفيا بتحس إنك في دايرة ومش عارف تخرج منها. عشان كده خلينا نبدأ نفكك الأسباب الحقيقية للحالة دي، من أول نومك لأكلك لهرموناتك لحالتك النفسية، ونبدأ ندور على حلول ليها. خلينا نبدأ من الأساس وندور على الأسباب العضوية، وأول سبب هو نوم غير مريح أو جودة النوم ما بتبقاش مظبوطة. ناس كتير بتقول لنا أنا بنام 7 ساعات بس بصحى كأني ما نمتش أصلا وبحتاج أنام تاني. عدد ساعات النوم مش كل حاجة، لا جودة النوم أهم بكتير. نومك لو متقطع وما بتوصلش لمرحلة النوم العميق اللي هي الديب سليب، جسمك ما بيعملش إعادة شحن حقيقية وفعلا ما بيرتاحش. من الحاجات اللي بتأثر على جودة النوم إن إحنا بنمسك الموبايلات وبنتعرض للشاشات قبل النوم، والإضاءة بتاعت الشاشات دي بتأثر على المستقبلات وبتأثر على جودة النوم. كمان لو بتاكل وجبة دسمة أو وجبة فيها سكريات عالية، وجبة دسمة الجسم هيفضل يهضم فيها طول الليل وبرضه ما بيرتاحش. ولو وجبة فيها سكريات عالية دي بترفع هرمون الأنسولين وبترفع لك سكر الدم وبرضه بيأثر على جودة النوم. كمان من الحاجات اللي بتأثر على جودة النوم هو التوتر والقلق، أو يكون عندك مشكلة في التنفس زي السليب أبنيا اللي بتبقى موجودة مع الناس اللي وزنها زايد، أو لو الناس عندها مشاكل في الجيوب الأنفية ما بتعرفش تتنفس كويس أثناء النوم. كل ده بيأثر على جودة النوم وبيخليك كأنك ما نمتش. فكل الحاجات دي لازم تتصلح الأول قبل ما تقول أنا بنام عدد ساعات كافي أو إن أنا بنام كويس. تاني سبب هو الأنيميا ونقص الفيتامينات. التعب ده ممكن يكون بسبب إن الأكسجين ما بيوصلش للخلايا كويس، وبالتالي عضلاتك والمخك بتشتغل بكفاءة أقل. وده بيحصل مع الأنيميا، سواء كانت أنيميا ناتجة عن نقص الحديد أو نقص فيتامين B12. وبالتالي لو في أنيميا مش بس هتحس بتعب، لا هتحس كمان بإجهاد، هتحس بشحوب في لون الجلد ولون البشرة، وكمان ممكن يظهر معاك تساقط في الشعر، وتحس كمان في لخبطة في ضربات القلب. هنتأكد إذا كان في أنيميا ولا لا عن طريق الCBC وتحليل السيرم فيريتين أو مخزون الحديد. ثالث حاجة وهو وجود مشاكل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية لو بطيئة أو فيها خمول هتبدأ تحس بالتعب، وممكن يحصل زيادة في الوزن وتقلبات في المزاج. أما بقى لو نشطة وفيها نشاط زيادة على اللزوم برضه هتحس بإرهاق وتعب، وكمان ممكن يحصل زيادة في ضربات القلب ويحصل نقص في الوزن حتى من غير أسباب. مشاكل الغدة الدرقية بتحصل أكتر مع الستات، وخصوصا بعد الولادة وفي سن ال30 وال40، وبنتأكد بيها بشوية تحاليل الغدة اللي هي TSH والT3 والT4. رابع سبب هو سوء التغذية ونقص العناصر الغذائية المهمة من أكلك. نقص المغنيسيوم ممكن يسبب لك شد في العضلات وألم في العضلات، وكمان ممكن يلخبط لك النوم. فيتامين د من العناصر اللي لها علاقة مباشرة بصحة العظم والعضلات وبالتعب والإرهاق ومناعة الجسم. البروتين كمان مهم علشان يحافظ لك على عضلاتك ويحافظ لك على المناعة. كمان أوقات كتير سبب التعب اللي بتحس بيه بيكون بسيط جدا، وهو إنك ما بتشربش مية، لأن الجفاف من الأسباب المهمة جدا اللي ممكن تديك إحساس بالتعب والإرهاق. لو جسمك مش واخد احتياجاته من النوم والعناصر الغذائية أكيد هتحس إن أنت تعبان ومش قادر، لكن مش ده السبب الوحيد. في سبب مهم جدا وناس كتير بتغفله، وهو حالتك النفسية. خلينا نقولها كده بوضوح، أوقات كتير اللي بيستنزف طاقتنا مش جسمنا، لا دي دماغنا. الإرهاق النفسي والذهني ممكن يكون أعمق وأقوى بكتير من الإرهاق البدني. التوتر المستمر بيخلي جسمك في حالة استنفار دايمة، وبيزود من إفراز هرمونات زي هرمون الكورتيزول اللي المفروض يشتغل بس في حالة الطوارئ وفي حالة المجهود البدني. واما بيفضل عالي لفترات طويله بيحصل لخبطه في النوم، بيحصل زياده في الوزن وتراكم دهون في منطقه البطن. كمان بيخلي مخك شغال 24 ساعه، والنتيجه طبعا معروفه، تعب واجهاد مستمر حتى لو الجسم مرتاح. تاني حاجه القلق والاكتئاب، مش بس بيأثروا على المزاج لكن كمان بيأثروا بشكل مباشر على الجهاز العصبي وعلى المخ، وبالتالي بيسببوا ارهاق ذهني طول الوقت، وبيسببوا رغبه في عدم الحركه وصعوبه في التركيز وتقلبات في النوم وشعور دائم بعدم الراحه والكسل. المشكلة ان احساس التعب ده ناس كتير ما بتربطهوش بالسبب النفسي وبيدوروا بس على التحاليل.
كمان من الحاجات المهمة جدا وهو الاحتراق النفسي أو مشاكل الشغل. البيرن اوت ده من أهم الحاجات اللي بتسبب تعب مستمر، وده بيظهر أكتر مع الناس اللي عندها ملل في الشغل بتاعها أو عندها عدم تقدير من الناس اللي حواليها. بيحصل حتى مع ستات البيوت ومع الطلبة، وبيظهر علامات زي عدم وجود الحافز، الشعور بالفراغ طول الوقت، الشعور بعدم التقدير، الملل حتى من الشغل، والإحساس بعدم الإنجاز. المخ والجسم مرتبطين ببعض، أما بتكون مضغوط نفسيا ده بيأثر على هرموناتك، بيأثر على نومك، وبيأثر على أكلك، وحتى كمان مناعتك. لو حليت مشاكلك الجسدية ولسه برضو مشاكلك النفسية موجودة، أكيد هتفضل تحس بالتعب والمشكلة مش هتتحل بشكل كامل. بعد ما فهمنا الأسباب سواء كانت الأسباب الجسمانية أو الجسدية، جه السؤال دلوقتي: أبدأ منين وأعمل إيه عشان أسترجع النشاط بتاعي؟ الحل مش سحري، بس هي خطوات بسيطة لو استمرينا عليها النجاح مضمون. أول حاجة، النوم الجيد مش رفاهية، دي وسيلة الجسم بيستخدمها علشان يبدأ يصلح نفسه ويعيد شحن نفسه. مهم جدا ان احنا نبعد عن الموبايلات والشاشات على الأقل قبل النوم بساعة. كمان مهم جدا ان احنا نقلل الكافيين ومصادر الكافيين بحد أقصى العصرية أو الساعة 5 مساء علشان ما يأثرش على النوم ويزود لنا التوتر والقلق. كمان من أهم الخطوات إن احنا نحدد ميعاد ثابت للنوم وميعاد ثابت للصحيان حتى في الأجازة. الروتين مهم جدا في تظبيط جودة النوم. كمان لو نفسك بيتقطع وانت نايم أو بتعرفش تاخد نفسك كويس وانت نايم، مهم جدا تصلح المشكلة دي مع الدكتور بتاعك. لازم نحاول نهيئ البيئة اللي حوالينا علشان نعرف ننام كويس، فنفكر إن احنا نظبط الأصوات، نبعد عن الضوضاء، كمان نظبط الإضاءة، ونظبط كمان التهوية. كل الحاجات دي كلها هتساعدنا ان احنا ننام كويس ونوصل لمرحلة النوم العميق، وبالتالي نوصل لجودة نوم كويسة تضمن لنا ان احنا نصحى بدون احساس التعب والارهاق ده. تاني حاجة، الاكل والتغذية. اكل حقيقي يعني طاقة حقيقية. لازم نحاول ندور ان احنا ناخد البروتين الكافي من الاكل بتاعنا، فناخده من مصادر البروتين زي البيض وزي اللحوم وزي البقوليات. كمان لازم ندور على حاجة زي المغنيسيوم، ودي هنلاقيها في الخضروات الورقية وهنلاقيها في المكسرات وهنلاقيها في البذور. كمان مهم جدا ان احنا ناخد احتياجاتنا من فيتامين د ونتعرض لضوء الشمس. مهم جدا كمان ان احنا نحافظ على شرب المية بكميات كافية ونبعد عن السكريات، لان السكريات من الحاجات اللي هتدينا طاقة مؤقتة وبعدين بترجع تتسحب تاني ونرجع نحس بعدها بالخمول والتعب نتيجة ان احنا اكلنا السكريات ديت ونتيجة ان حصل لخبطة في مستويات هرمون الانسولين. الفطار مش اهم حاجة، لكن تكوين الفطار هو الاهم، فلازم نحافظ على فطار عالي البروتين ونبعد عن السكريات خالص في اول اليوم. الحركة كمان والتمارين الرياضية من اهم الحاجات. حد هيقول لي يا دكتور هو انا قادر اتحرك اصلا علشان اعمل تمارين؟ هنبدأ بشكل تدريجي، على الاقل 10 دقايق مشي كل يوم ونزودها بشكل تدريجي. الرياضة مهمة جدا في ضبط المزاج وضبط الهرمونات وكمان ضبط الشهية، وكمان هتبقى من ضمن الاسباب المهمة جدا اللي هتقلل معاك احساس التعب والارهاق المستمر ده. مهم جدا كمان ان احنا نقلل التوتر والقلق، وفي كذا خطوة ممكن نعملها نقلل بيها التوتر. اولا ان احنا نمارس تمارين التنفس، نمارس تمارين زي تمارين اليوجا، نحاول نفضفض حتى مع اللي حوالينا، ولو ما لقيتش حد حواليك فضفض مع نفسك. اكتب كل مخاوفك كده في ورقة واكتب النتائج بتاعتك المتوقعة لأي مخاوف ليها. هتلاقي ان معظم الحاجات اللي انت خايف منها النتائج بتاعتها ما تستدعيش ان انت تقلق اصلا من الاساس. مهم جدا ان احنا نعرف ان الاسباب التعب والارهاق المستمر ده مش ممكن يكون سبب واحد، لكن هو لايف ستايل، وبالتالي لازم تغير اللايف ستايل بتاعك الى لايف ستايل صحي، وتحاول تركز على الاسباب اللي ممكن تقلل احساس التعب دوت، سواء ان انت تظبط نومك، تظبط اكلك، وتظبط كمان حالتك النفسية. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للقناة، وتكتبوا لنا في التعليقات ايه هي مقترحاتكم لتطوير القناة، لان رأيكم يهمنا. دمتم سالمين وبصحة. سلام عليكم.